اللهم صل على محمد وآل محمد. فندق الخليفة الماسي فندق محترم وبرج معتبر واختيار موفق. منا قريب إلى المشاعر مزدلفة، ومنا قريب إلى جسر الملك عبد الله. محمد صباح جميل، صباح مكة المكرمة، صباح الديار المقدسة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طبعا احنا اليوم طلعنا في جولة صباحية قبل شروق الشمس. غايتنا أول شيء إن شاء الله نوصل إلى حد منى ونشوف الطريق. طبعا بالمناسبة الحج اللي يجي هذا اسمه جسر الملك عبد الله. ايش اسمه الجسر هذا؟ الملك عبد الله. اللي بعده اكو جسر ثاني اللي نفر اسمه جسر الملك خالد. احنا راح نروح وين؟ نطلع منه، نطلع على جمرات نطلع على ملك خالد، والخيم نطلع على ملك عبد الله. لان خيمنا بس تعبر منا راسا وين؟ هذا فندقنا ابو الجام. هذا شوف، هذا فندقنا ابو الجام. هذا فندقنا طبعا في ميزات جميله وميزات تفيد الحجي، انه قريب منين؟ من المناسك. انت براحتك يا حجي، باكر ازدحام ومشي يفيدك. هذا راسا تصعد على الجسر عبد الله يذبك من منى، ومنا من تجي من مزدلفه قريبه عليك مزدلفه، منا ما تعاني لان هاي كلها سيارات وقطوع وما تقدر تمشي، وباصات ويشوفونها ان شاء الله، يشوفون الازدحام ويقولون احنا مكاننا هذا مكان استراتيجي. واليوم توكل على الله. حياكم الله ببركه الصلاه على محمد وآل محمد. روح حياكم الله. اهلا هلا، قلنا هلا هلا، حياكم الله. هلا هلا ابو علي، حياكم الله. هلا حقي قاسم، اهلا حياكم الله. هلا الله يخليك، حياكم الله. هلا يلا حجيات شباب، يلا هلا بالحجيات. شو وين ربطتك حجيه؟ هاي السعده لو اكو بعد غيرها. لا هاي الثانيه ذيك بعد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمعت الشيخ جواد العسكري يفسر لكم هاي القطعه ودلالتها. دلالتها هذه القطعه. لا صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتم شفتوها الصعده، والمثل يقول عينك ميزانك. وسمعت الشيخ جواد العسكري يشرح لكم على هاي القطعه مكتوبه بدايه منى. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني تشوفون هاي القطعة بداية منى، وراها هسه هاي مكة. هاي شو يسمونها؟ ورا القطعة هاي بداية منى. يعني هسه احنا لو نطلع ونعبر هاي القطعة عمرتنا كلها راح تبطل. يعني هذا يعتبر خروج من مكة. منى ما بين الجبلين، هذا جبل، الجبل الثاني مقابل. هاي المنطقة المحصورة ما بين الجبلين يسمونها وادي منى. وادي منى اللي بيها الجمرات وبيها وجوب المبيت وبيها نزل الكبش على إبراهيم ليكون فداء لإسماعيل، وبيها المكان الذي أراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل. هذا وادي منى. هذا الواجب علينا، قلنا الواجب نبات ليلة 11 وليلة 12 وبيت 3 جمرات. يوم العيد نجي هنا، بس ما نجي من هذا الطريق لان يعني هذا صعب شويه منا ننزل، فنروح وين؟ على طريق الملك خالد، جسر الملك خالد. يوم العيد قلنا نرمي الجمره الكبرى وبعد ويذبحونا ونحلق او نقصر وين؟ في منى. ليله 11 نجي بهذا الطريق نعبر هاي العلامه. وين نروح؟ نروح للمخيمات، نبات النص الثاني، بات النص الثاني الليلة 12 هذا الطريق، حتى لو نمشي شوية ونقعد هم ما يكثر. احنا باكر استراحة باكر ان شاء الله.
باتشيني احد بالاثنين نطلع على جسر الملك خالد ان شاء الله. مشي؟ مشي ان شاء الله. خمس خالد قريب. اذا قطعنا مولاي. لا شوف احسن هاي الطلعه هسه تروح من هنا تريق براحتك وشفت الطريق. هسه هاي اذا واحد ياخذ سياره تاكسي من هنا ويعبر هاي هسه هذا العلامه بس تعبرها هذا تعتبر خروج بالمكة تبطل عمرة التمتع. لا اله الا الله. هاي العلامه بدايه منى. هذا احكس عليه احكس على المناسك ان شاء الله باكر امتثل. حجي قاسم حجي منا تباوع مو منك تتباوع على الحائط. سيدنا درت وجهي اليك. هي درت وجهك منك. لا درت وجهي اليك. ابويا وراك منا انا شنو؟ ابويا درت مني انا بعد فوق. حق حسين سيدنا الغالي هذا رحم الله والديك توفيق ان شاء الله. الله يسلمك توفيقنا هذا جميعا لازم تضرب. نسأل الله القبول. الطريق برجلك. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. وآل محمد. شلون الطريق؟ يا الله. احنا حجاجنا هسه انت من جيت وين رايح؟ منى. رايح المنى. هسه من ترجع منا راح يختلف عندك الوصف. انت جيت على اليمين من الساعه تاخذ يمين وتصعد. هسه من تنزل تاخذ يسار. يسار. احسنت. هذا الجسر مو تعبر الجسر تنزل بالسايد النازل. سمعت هي مو قصه تيه. انت تقول انا اندل اكو غيرك ما يندل صح لو لا؟ يقول بعد لا. يلا عيني حياكم الله. هسه نرجع بالطريق الى الفندق. يلا هو البال حتى وين ينتهي؟ يلا حجاج يلا عن يلا يلا ويا روحوا. يلا هاي الرجعة سهلة. الرجعة سهلة ما شاء الله كلها غزلان. يلا يلا عن يلا يلا يا الله. يلا حجي الرجعة سهلة. ها